السلام عليكم. نادي الزمالك هيتباع. في احتماليه كبيره ان نادي الزمالك هيتباع لان ده حل من الحلول لخروج الازمه من نادي الزمالك، وفي صفقات سوبر هيتم الاعلان عنها في خلال الاسبوع دوت، من ضمنهم صفقه امام عاشور وصفقه المهاجم الاجنبي، وفي كام لعيب تانيين كده هنتكلم عليهم وهنقول لك تفاصيلهم كلهم عن النادي الاهلي، وايه فكره بيع نادي الزمالك، وايه المشكله اللي حصلت ما بين ميدو وما بين اسامه حسني اللي هتخليهم يقفوا قدام بعض في المحاكم وفي القضاء. هنقول لكم كل التفاصيل دي. انا احمد ياسر، ده برنامج جول مشترك. يا ريت تشترك على القناه وتدينا لايك حلو على الفيديو ده. اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا كلها موجوده تحت. اعمل الفيديو ده شير، وهتلاقي على فكره في برضو تحت في الكومنتات فيديو مهم جدا ليه علاقه بالمهاجم الجديد او الفيديوهات بتاعت المهاجم الجديد بتاعت النادي الاهلي. وعلشان نتكلم على النادي الاهلي فلازم تبقى عارف ان في خلال الاسبوع دوت هيتم تقريبا من يوم الاحد او الاثنين اللي هو بكره او بعده هيتم الاعلان عن صفقه امام عاشور رسميا من النادي الاهلي، وفي نهايه الاسبوع هيتم الاعلان عن صفقه المهاجم الاجنبي اللي هو هيكون بنسبه كبيره جدا جوستافو سوزا، اللي هو اللعيب البرازيلي اللي بيلعب في الدوري بتاع كوريا الجنوبيه. المهم ان جوستافو سوزا عنده 29 سنه. احنا نزلنا له فيديو زي ما قلت لك من شويه كده، هو عندنا في شويه الاهداف الاخيره اللي هو جابها. هو راجل بيلعب بالهيد بشكل مميز قوي، والنادي الاهلي بيدور على حد بيلعب بالهيد، لان النادي الاهلي تقريبا من ساعه ما يمكن ايفونا مشي ما فيش حد جه في النادي الاهلي بيلعب بالهيد. شويه بعديه ازارو وكده، يعني ما كانش في حد بيلعب في النادي الاهلي بقاله فتره طويله جدا بالهيد. ومارسيل كولر كان بيدور على الراجل ده، او بيدور على راجل يلعب بالهيد وفي نفس الوقت يقدر ينزل شويه لتحت، وهو راجل عنده الملكه دي بس هو بطيء فيها شويه من وجهه نظري. هي هتبقى صفقه مهمه جدا، تقريبا هتتكلف النادي الاهلي ما بين 500 ل 750 الف دولار، واللعيب هيتكلف عقده هيبقى عادي جدا، والمواضيع هتمشي بشكل بسيط وهيتم الاعلان عنها في نهايه الاسبوع ده. وطبقا للكلام الحاصل في الفتره الاخيره الاهلي بيدعم باربع صفقات فقط، زي ما كلمتك على امام عاشور وكلمتك على الراجل الاجنبي، في صفقتين تانيين بنسبه كبيره قوي هيتموا، وهي اول واحده منهم ان هيرجع كريم نيدفيد علشان يكون موجود معاك، ودي النادي الاهلي بيعتبرها صفقه، وهيبص لحاجه تانية، هو احتمال ان يكون الاهلي بيفضل ما بين طرف شمال وما بين مدافع. مستني لسه رد مارسيل كولر اذا كان محتاج طرف شمال ولا محتاج مدافع، يحدد فيهم المركز وهو ايه اللي هيقول عليه. والكلام ده طبعا طبقا لان لسه عبد القادر قاعد. لو عبد القادر مشي، او بمعنى اصح لو في اي لعيب هيخرج من النادي الاهلي، هيحاول النادي الاهلي على قد ما يقدر ان هو يستبدله بحد بنفس كواليتي او اعلى. طب على ذكر الوينج الشمال يا ابو حميد، ما احنا لسه هوت عندنا اشرف بن شرقي خلاص يمضي بقى للاهلي، لان هو خرج فري من نادي الجزيره الاماراتي. اشرف بن شرقي حاطط فيا يعني بمعنى اصح كده، هو رقم انا عايزه اللي هيدوني هلعب ليه في مصر. هو كام؟ 3 مليون دولار. 3 مليون دولار بالنسبه للنادي الاهلي ان هم يدوهم للعيب ده رقم كبير جدا، وهم رافضين المبدا ده. نادي الزمالك ما عندوش ال 3 مليون دولار عشان يقدر يرجع اشرف بن شرقي، الا لو اشرف بن شرقي قرر ان هو يتنازل عن او ينزل المبلغ ويرجع علشان خاطر نادي الزمالك، ولكن الرقم ده 3 مليون دولار. ومن وجهه نظري لو اشرف بن شرقي هيجي وهيلعب تاني في مصر، الاقرب ليه هيكون بيلعب في نادي بيراميدز. غير بيراميدز هيقدر يروح يلعب في الخليج او يلعب في اي انديه من الانديه ديت، فاعتبر ان اشرف بن شرقي مش موجود على طاوله النادي الاهلي، لان الارقام اللي طالبها ارقام بعيده خالص عن الواقع. طيب غير اشرف بن شرقي، هل في عروض بتيجي لعيبه الاهلي؟ بنسبه كبيره زي ما كنا اتكلمنا قبل كده ان هي خلاص القصه بتاعت شادي حسين هيروح نادي زد، واحتمال كبير علي لطفي، بس علي لطفي لسه المواضيع مش مفهومه، فحبه يا اخوانا لسه ما فيش عروض جت للعيبه دي. ولكن اللي جاله عرض بشكل رسمي هو محمد شريف، وانا كنت اتكلمت معاك في مشكله ليها علاقه بمحمد شريف. محمد شريف ان العقد بتاعه ينتهي في نهايه الموسم القادم، يعني نهايه شهر 6 اللي جاي ينتهي عقد محمد شريف، فبالتالي في يناير يحق ان هو يمضي لاي فريق، وهو عقده مع النادي الاهلي 7 مليون جنيه. وكنت قلت لك ان هو كان الزمالك اتفاوض معاه والزمالك كان عايزه، وقلت لك الاهلي لو ما قدرش يوصل مع محمد شريف دلوقتي لصيغه للتجديد وان هو يكمل مع النادي الاهلي، هيعمل ايه؟ هيدور له على عرض في الخليج. المره دي العرض لا ما جاش من الخليج، جه منين يا باشا؟ جه من تركيا. وتركيا هنا هتبقى مربط فرس في الحلقه بتاعت النهارده، لان هي فيها ايه؟ حته كده ليها علاقه بزيزو وليها علاقه برضو باحمد فتوح. طيب العرض اللي جاي لشريف من تركيا جاي من نادي فاتح جارك جمركو باين تقريبا، جارك جمركو تقريبا اسمه النادي جوهات يعني. والمهم ان النادي الاهلي كان بيتكلم في اعاره، ولكن النادي ده رفض فكره الاعاره، قال لك انا هاخده بيع نهائي يا باشا وهديك مليون دولار في بيع نهائي. انا مش عايز من الاخر كده نبتدي نتكلم على ايه، تقول لي اصل خده اعاره وتجدد له سنه، لا انا عايزه دلوقتي. وخلي بالك علشان دي ايه، قصص الكباري اللي احنا عمالين بنشوفها هي كلها دلوقتي ما بقتش لا تعرف بقى اي حاجه ولا تقول لي مبادئ، ولا هي بص هي مش كلها دلوقتي كباري، كلها كباري يا براند. فمن الاخر كده هيدفع المليون دولار للنادي الاهلي، ومحمد شريف بنسبه كبيره هيروح للفريق ده، وبعد سنه او سنتين هتلاقي محمد شريف رجع على النادي الزمالك.
طب يا احمد، يعني انت شايف بقى ان امام عاشور كانت قصه كوبري؟ بص، انا مش مؤمن بفكره الكوبري ككوبري، سواء لمحمد شريف او لغيره او لحاجه. اللعبه دي الاهلي كان بيلعبها من زمان، لما بيبقى في لعيب في نادي الاسماعيلي او نادي الزمالك عايز يروح للنادي الاهلي وبيتكلم من النادي الاهلي معاه وبيشوف نيته ايه، من الاخر بيقول له روح ابعد عن النادي بتاعك سنه او اتنين، واحنا بعد كده النادي اللي هتروح له احنا هنحاول ان احنا نشتريك من عنده. فمن الاخر ما تروحش تعمل فيها حلم العبقري اللي رايح اخر الدنيا، دور على نادي هادي كده روح اشتغل معاه، واحنا هنحاول نسوقك كمان هناك بنفسنا، وبعد كده ايه لما تخلص خالص وتقول انا عايز ارجع احنا هنشتريك من النادي. فهي الفكره ما ينفعش ان انت تروح تقول لي مثلا نادي زي مثلا ميتلاند اشتري امام عاشور عشان انا عايز اشتريه منك بعد كده ونتفاوض وخناقات. لا، هي القصه اللي اللعيب ذات نفسه بيدور على عرض بره النادي ده عشان يخرج، والنادي الاهلي بيتفاوض مع النادي التاني. هي دي اللعبه اللي بتتلعب من قديم الازل. فمن الاخر يا اخوانا اللعبه دي مش هتنتهي، واللعبه دي لا هتنتهي لا بين الاهلي ولا الزمالك، لا السنه دي ولا بكره ولا بعد كده، واللعبه دي مستمره في قصه احمد فتوح وقصه زيزو امتدادا لامام عاشور. وده القصه الثانيه بقى اللي انا جاي اكلمك فيها، هو نادي الزمالك هيتباع ولا لا؟ بص، نادي الزمالك عنده ازمات ماليه، والناس كلها عارفه الازمات الماليه قد ايه، والارقام بتتكلم في مليارات مش ملايين. فالارقام بقت كبيره جدا عن اي حد ان هو يقدر يساعد ويخش ان هو يعني يظبط فيها الامور. فبالتالي نادي الزمالك علشان يقدر يسدد ديونه ويقدر يرجع تاني نادي قوي ويبني فرقه ويقف على رجله، قدامه حل من الاثنين: يا تبيعه لمستثمر اجنبي، وانا كشخص اهلاوي انا ما احبش ان ده يحصل، وما احبش ان نادي الزمالك في يوم من الايام يتباع لاي حد. وعايز اقول لك ان الفكره دي مطروحه على الترابيزه في الوقت الحالي، لان مكاسبها بالنسبه لكل الناس اللي موجودين في مصر كتيره جدا. اول حاجه ان لو النادي ده اتباع، فانت الراجل اللي قاعد جوه النادي ومسيطر عليه، ما تفهمش بقى قصه بقى بشالوش بقى، ولا قصه الفيوم، ولا قصه الراجل الغلبان اللي اتبهدل امبارح على الهوا وبيحاول ان هو يقضيه. راح الراجل ايه مطلع له، قال له لو ما قال له الحاج رجب قال له ايه، قال له لو ما طلعتليش اسم الراجل اللي انت بعته لي ده من الاخر اللي بعت لك الكلام ده، انا هقضيك انت. فراح مرتضى منصور قال له اهو على الهوا، كل الناس عرفت مين ده بيتخانق مع ده. خناقه يعني اي حد يبعت لك حاجه على الخاص كده تطلعها على الهوا عادي، بيس الدنيا تمام. لا اي حد يجي يقول لك عايز ينصب عليك في قرشين عشان عارف ان انت ليك في قصه السحر والكلام ده، تمشي معاه في السكه دي عادي، نروح مطلعينها على الهوا بيس، مفيش اي مشكله. فالبيع هيبقى فيه مالك، والمالك ده هيجيب مجلس اداره، واكيد مش هيجيب مرتضى منصور، فانت هتخلص من قصه مرتضى منصور. الناحيه الثانيه ممكن يبقى فيه استثمار رياضي قوي بالنسبه للنادي الزمالك، ونادي الزمالك يرجع بقوته، لان هيبقى فيه ضخ فلوس، فهيبقى قوه شرائيه، وهيبقى يقدر ان هو يكون فرقه ويبقى عنده لعيبه. بس انا اخاف في الاخر ان اللي يتظلم في القصه دي هو نادي الزمالك، ويبقى نرجع نشوف تاني ان النادي بينزل لدرجات تحت علشان الاستثمار مش قد كده، او يبقى جاي حد يلعب بينا وخلاص. فانا لا افضل ان ده يحصل، لان ده في الاخر انا نادي الزمالك لجمهور نادي الزمالك، مش لمالك او اشخاص تمتلك الانديه، رغم ان ده حاجه موجوده وصح. بس يعني الواحد عاطفيا ما يحبش يحس ان في نادي من الانديه الجماهيريه اللي موجوده عنده بيتباع كده. طب الحل التاني ايه؟ الحل التاني هو ان انت تصلح نفسك بنفسك، وان انت هنعتبر ان الاداره اللي موجوده دي مشيت، وبقى عندك اداره حقيقيه موجوده تقدر تشتغل في كره القدم. والاداره دي لو موجوده هتفكر انها تبيع 3 او 4 نجوم اساسيين من اللي عندها علشان تقدر تجيب سيوله ماديه كبيره جدا تغطي بيها الديون بتاعتها، وتبدا من اول وجديد بفرقه صغيره في السن او فرقه طالعه من الناشئين، ونفضل نمشي بيها. بس هنخسر سنه واثنين وثلاثه، بس من الاخر هنبقى احنا سيد قرارنا، او الزمالك هيبقى هو سيد قراره في ان هو قدر يعمل استثمار داخلي كويس، بقى عنده فرقه قويه تاني، وقدر ماليا يرجع ينافس الاهلي. ده حل على فكره عملي وحل موجود والناس بتعمله. بس هل في حد موجود في نادي الزمالك في الوقت الحالي يقدر يعمل كده؟ طيب لو اللي هيحصل بوجهة نظري لا هيحصل للحل الاولاني ولا هيحصل للحل الثاني، هو ان الاداره اللي موجوده هتفضل ماشيه بالنظام ده، بس الاداره هتبتدي تاخد جزء بس من الحل، انها تبيع لعيبه من الفريق بتاعها زي احمد السيد زيزو وزي فتوح اللي هيجي لهم عروض. لان فتوح خلي بالك فاضل برضو زيه بالظبط، تيبيكال نفس الكيس بتاعت محمد شريف مع الاهلي، هي الكيس بتاعت فتوح مع الزمالك، هي كانت الكيس بتاعت امام عاشور مع الزمالك. ان انت فاضل لك عقدك فاضل فيه سنه، وبتيجي قبل السنه دي مش عايز تجدد، ففي يناير ممكن تمضي لحد تاني، فالنادي بتاعك هيضطر ان هو يبيعك. فهيبيعوا فتوح وهيبيعوه لاحد الانديه التركيه، وبعد سنه او ويمكن يناير الجاي تلاقي النادي الاهلي بيشتريه من النادي التركي ده وبيرجعه. نفس الكلام هيحصل مع زيزو، لان زيزو برضه قيمه كبيره جدا، وهو اكتر لعيب ممكن يجيب لك مبالغ دولاريه عاليه جدا تقدر تخش للنادي تسنده في المصايب اللي هو عايش فيها. فممكن تلاقي زيزو برضه في اخر السنه بعد طبعا ضيقه بسبب اللي بيحصل واللي هو شايفه، هتلاقي ان زيزو بيحاول ان هو يمشي من نادي الزمالك بيروح لاحد انديه تركيا. ولو زيزو مش مقرر ان هو يكمل بره
في الاحتراف بشكل اكبر وفكر ان هو يرجع مصر، هتبقى واجهته اول حاجه هتبقى النادي الاهلي، ورقم اثنين على ما اعتقد هتبقى بيراميدز، على حسب وضع بيراميدز بعد اللي احنا شفناه. وده برده متوقع ان هو يحصل الموسم ده، يتباع زيزو واخر الموسم اللي جاي يكون موجود في مصر تاني للاهلي او لبيراميدز، والاقرب بنسبه كبيره ان هو يكون النادي الاهلي. انا عارف ان الحلقه بتمط مننا وبتطول شويه، معلش حقك عليا. انا عايز اتكلم في موضوعين بشكل سريع. الموضوع الاولاني بتاع مروان عطيه، ربنا يرحم والده، احنا ما عزناهوش هنا في البرنامج من ساعتها، فاحنا عايزين نعزيه، وعايزين نقول يا جماعه قله ادب اللي حصلت ان احنا نطلب من اللعيب ان هو يلعب يوم وفاه والده. دي حاجه حتى يعني، خلينا لو احنا بنتكلم ان احنا ناس عندنا انسانيه وادب وذوق، اللعيب ده لازم يرتاح ولازم يبقى بره القصه خالص وما يخشش جنب الفرقه، ملوش دعوه. ده موقف صعب جدا، ده احنا كنا نتمنى ان الفرقه زمايله كلها تكون واقفه جنبه فيه، مش الموضوع يبقى العكس، هو اللي واقف مع زمايله في مباراه. لا، الانسانيات اهم بكتير من كره القدم عشان نبقى صراحه. طب لو احنا ناس جحده وناس بقى ما عندناش اي نوع من انواع الانسانيه، وقررنا ان احنا يعني هنشتغلها بشكل عملي، معلش يعني اللعيب اللي جاي لك بالنفسيه دي لما تحطه في وسط اللعيبه زمايله، اولا انت خسران لعيب في الملعب، اللعيب دماغه مش هتبقى موجوده معاه. ثانيا ان انت بتاثر سلبيا على الفرقه، لان الفرقه ساعتها كلها هتبقى عايزه تساعده وعايزه تلم وراه وكلها مركزه معاه، فمش هتقدر تركز في الدور الاساسي اللي هي بتعمله. فمن الاخر انت اللي هتخسر مش هتكسب. صدقني في الحالات اللي زي كده، حاله منهم كانت حصلت مع حسين الشحات بعديها بكام يوم. كل الحالات دي بتبقى حالات نادره انها تحصل، المفروض انها يحصل عكسها. ده بس كرم من عند ربنا، علشان الناس دي بتحاول تراعي ربنا في شغلها مش اكتر من كده. فبلاش وهي بتراعي ربنا في شغلها تبقى انت كمان مفتري عليها، وبلاش الافكار دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ميدو واسامه حسني، ايه اللي حصل ما بينهم؟ ان ميدو طلع نزل تويتات عن جمال جبر وعن اسامه حسني ان هما الاثنين ليهم علاقه بجماعه الاخوان، وان الرياضه في مصر لسه مسيطر عليها الاخوان. انا ما اعتقدش ان الدوله اصلا ممكن تسمح بحاجه زي دي، لو اسامه حسني اخوان ولا كابتن محمود الخطيب اخوان ولا اي حد، ما اعتقدش ان هم كانوا هيسمحوا لهم ان هم يبقوا في المناصب دي. ده وجهه نظري يعني، وخد مني، وانا ما بحبش اتكلم في سياسه، بس خد مني الجملتين دول. ولكن انا مش قادر افهم ميدو يعني. انت طالع بتلبس نفسك قضيه. فطبعا كابتن اسامه حسني والاستاذ جمال جبر الاثنين راحوا متقدمين مع المحامي بتاع النادي الاهلي، مقدمين شكوى ضد الراجل، ومن الاخر كده هيرفعوا قضيه عليه بتشهير بكلام مش موجود. انت بتقول ان الناس دي منضمه لجماعه ارهابيه ومحظوره. ده اتهام على فكره هيتاخد عليك، وهتبقى قصه، وهتبقى محاكم، وهتبقى قواضي، وهتبقى قصص طويله قوي. فانا برضو مش قادر افهم ميدو بيحاول يعمل ايه. يا جماعه يا بتوع نادي الزمالك، ابعدوا عن النادي الاهلي خالص، ركزوا مع فرقتكم، ركزوا مع النادي بتاعكم، وشوفوا الحل للمشاكل اللي انتم موجودين فيها، وكفايه سمسره ما بينكم وما بين بعض، وخلي الامور تمشي بشكل بسيط. اخر حاجه عايز اقولها على رضا سليم. رضا سليم اللي كان الاهلي بيفاوضه والزمالك بيفاوضه وبيراميدز بيفاوضه، المفاوضات انتهت، ورضا سليم اعلن رغبته لنادي الفتح الرباطي ان هو عايز يروح للوحده الاماراتي يلعب تحت قياده بيتسو موسيماني، وبنسبه كبيره جدا اللعيب في خلال الاسبوع الجاي برضه هيروح للوحده الاماراتي. ودي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو اشترك على القناه، ادينا لايك حلو على الفيديو ده. اللينكات بتاع السوشيال ميديا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. اشوفك الحلقه الجايه، سلام عليكم.